قافلة الهدى الدعوية. أنا أذكر مرة كان لي محاضرة في إحدى القرى، خرجت من المحاضرة طالع لي القرية ما فيها مطار، فكان يعني يحتاج نمشي أحيانا 80 كيلو حتى تصل المطار. فقال لي واحد: يا شيخ ترى عندي إبل في الطريق وعنده حليب وكذا، مر تقهوى عندنا وانت رايح. فمريت فعلا وجلست عنده 10 دقائق، وكان في مجموعة وتكلمت كلمتين عن الصلاة. ففي أثناء جلوسي قال لي واحد شاب يمكن عمره أبو 13-14، قال: يا شيخ أنا أصلي بس عاد أبوي يا شيخ شديد في الصلاة ويطقنا دايم على الصلاة. قلت: كيف يا ولدي؟ قال: يا شيخ أنا مرة برد شديد وقرية في البر، فطبيعي البرد يكون عندهم أشد من غيرهم يعني. يقول: فجاء أبوي عندي ودخل الغرفة، قم صلي يا ولد. يقول أبوي على طول يا شيخ يرفع العقال، ما عنده يا ولدي قم يا محمد ولدي قم صل، لا ما يقول على طول يرفع العقال، قم صلي يا ولد. يقول: فأنا تعودت أني أكل لي ضربتين قبل لا أقوم من سريري. يقول: المهم قمت بسرعة ورحت للمغسلة، إن شاء الله بأتوضأ. فسمعت الأذان، قلت: يبغى له نص ساعة حتى يقيم، خلني أرجع وأخذ لي رقدة 10 دقائق وبعدين أطلع يعني ألحق على الصلاة. يقول: والله يا شيخ ونومه ما استيقظت إلا على صوت باب الحديد، أبوي داخل دق داخل الفلة. فقمت وحضرني ما قرب وما بعد، قلت الآن بيجلدني جلد، يعني هو الآن يجلدني إذا ما حضرت تكبيرة الإحرام، كيف الآن وقد فاتتني الصلاة؟ يقول: وأنظر يمين يسار، قلت ما في إلا غرفة الوالدة استفزع بها. يقول: وانقز يا شيخ الغرفة أمي يمه أبويا، فما وجدت أمي إلا أبوي مقبل على الغرفة، وتورطت. قلت الحين انطلعت مسكني، فرأيت سجادة أمي وجلال الصلاة محطوطات على الأرض. يقول: والله يا شيخ وآخذ الجلال وألبسه وأجلس. قلت خلي الشايب يدخل ويرقد وأنا أطلع يعني خطة. يقول: وأنا جالس لابس الجلال مستقبل القبلة، دخل أبوي، بعدين قال: ها أنت البارح تقولين ما علي صلاة وشلون تصلين؟ الشايب منتهي ذا. يقول: أنا يا شيخ ما فهمت وش قصد أبوي. قلت في نفسي زين إنك ما فهمت يا رجال، ولا كان تصير هوايل. يقول: واقعد كذا واسمع أبوي يقول: الصلاة اليوم طولت، عجلي خلصي. وش هالصلاة ذي؟ عجلي خلصي. يقول: ما أدري ليش أبوي مستعجل على أمي تخلص من الصلاة. يقول: شوي إلا دخلت أمي بالقهوة له، يوم شافه درى بالعركة، المهم ستر الله علي وهربت من الغرفة. فقلت له: والله يا ولدي زين انك اول شيء ما فهمت هذا اولا. الامر الثاني يا ولدي هذا ابوك يعني من شدة حرصه عليك وجزاه الله خير يبغى ينبهك، لكن المقصود ان يعني ما كان الرفق في شيء الا زانه، وما نزع الرفق من شيء الا شانه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح، يقول: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا